إقبال مهم يشهده الرواق المغربي في المعرض الدولي للفلاحة بباريس. عموم الزوار وممثل الشركة الفرنسية والدولية ضربوا موعدا مع المنتوجات الفلاحية المغربية بمختلف أنواعها. الرواق المغربي يتميز هذه السنة بالغنى والاحتفاء بالمنتجات المجالية. جئنا رفقة 30 عارضا بتخصصات مختلفة من 12 جهة مغربية. هناك إقبال كبير على المنتوجات المغربية المشهورة على الصعيد العالمي كالزعفران وزيت أرغان والنباتات العطرية والطبية والزيوت الأساسية والتمور وغيرها. هذا المعرض هذا مناسبة باش تعرفنا على عارضين اخرين، وشفنا ناس اخرين اللي تيخدموا في نفس المجال ديالنا ديال الزيوت النباتية، شفناهم المستوى اللي وصلوا فيه في التثمين الى اخره. وكذلك كان اللي بزاف حنايا تلج لينا الصدر في هذا المعرض هذا انه لقينا الاغلبيه ديال الفرنسيين، يعني الزبناء الفرنسيين تيعرفوا هذا المنتوج ديالنا. مشاركة المغرب في المعرض هي الثامنة على التوالي. الرواق المغربي الذي تم إنشاؤه من طرف وكالة تنمية الفلاحية أثار الانتباه بهندسته التي تمزج بين التقاليد والحداثة وبمنتوجاته التي تستجيب لمعايير الجودة.